السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. لقاء اللي غادي نبقاو فيه دائما يعني مع المنافسات الإفريقية والمنافسات إن شاء الله القادمة، واللي غيدشنها الوداد يعني بلقاء الجمعة، واللي غيكون هو بشرة خير بالنسبة لباقي الأندية، واللي غيعطي حماس لباقي الأندية المغربية المشاركة. الوداد اللي غادي يلعب مع سيمبا بعد ما انهزم في لقاء الذهاب بهدف لصفر، يعني في أجواء الكل كيعرفها، تحكيم، أرضية الملعب وأشياء من القبيل. ولكن بيان سيغ اللي غيتحدث على هذا الشيء دابا فيعني من باب الفراغ باش نكونوا واضحين، وما خصناش نطيلوا فيه لان هذه افريقيا وكنعرفوا يمكن يكون اكثر من ذلك، ولكن الحمد لله فوالا فالله لطف يعني بينا. كما قلت يعني الوداد اللي غتبدا يعني السباق نحو التأهل إن شاء الله، واللي غتكون يعني بادرة وتكون سابقة خير، اللي غتعطي يعني فسحة أمل لباقي الأندية المغربية. رغم أن بيان سيغ أنا أتفق مع الكل أن كل حتى شي لقاء ما كيشبه اللقاء، وحتى لقاء ما عنده علاقة بلقاء، فكل غادي يلعب الحظوظ ديالو. وما كيعنيش ان الى الوداد ربحات ب 5-0 او 7-0 او 8-0 فهذاك يعني بان الماتشات الاخرين يكونوا سهلين، بالعكس تماما. ف ويمكن يكون ماتش ديال الوداد يكون هو الاصعب مقارنه مع اللقاءات، فهذا الشيء كله عادي لانه على الورق شيء وداخل رقعه الملعب شيء اخر. على العموم فكنظن يعني الجماهير المغربيه كلها وراء الانديه المغربيه المشاركه افريقيا. الكل يتمنى مرور الانديه الثلاث الى نصف النهائي لانها تستحق انها تمر نصف النهائي، وبالتالي هذا غيكون في حد ذاته يعني شيء يعني في خدمه الكره المغربيه وفي خدمه هذه الانديه. رغم ان غنلقاو بعض الحساسيات، بعض الجماهير المتعصبه، ولكن كنظن بان الوداد والرجاء احسن لهم انهم يواجهوا بعضياتهم في النهايه على انهم يواجهوا يعني انديه كسان داونز او انديه كالترجي، يعني كما كنقولوا، او يعني فوالا هاد الناديين او نادي الاهلي كما كنقولوا الى صعد حتى هو. فكنظن يعني هذه الاشياء يعني كنظن واضحه لاي واحد انك تلعب مع فريق مغربي فعلى الاقل غتضمن يعني كما كيقولوا مجموعه من الاشياء، ما غتكونش صداع، ما يكونش الغوت، ما غتكونش يعني اشياء غير رياضيه. فالحمد لله لقاءات غيتلعبوا في مركب محمد الخامس، النهايه غتكون بالفار، غتكون بتحكيم افريقي، غتكون يعني مجموعه من الاشياء اللي غتكون فيها تكافؤ فرص ولصالح الناديين بجوج، عكس انك ملي غتلعب مع نحيدوا ماميلودي سان داونز ونهضروا على الترجي والاهلي، وحنا كنعرفوا اللقاءات كيفاش كيكونوا معاهم. هادشي كما يعني نفس الشيء بالنسبه لفريق الجيش الملكي، اللي كنظن يعني هذا العام اللي كان عنده عام استثنائي وكان يستحق انه يتواجد يعني حتى هو في نهايه يعني كاس الاتحاد الافريقي، لانه فعلا كيستحق بجوده اللاعبين ديالو. فكنتمناو كما قلنا، وهذا يعني امل الجماهير المغربيه اللي كتمنى انها تكون البدايه بالوداد وتنتهي بتاهل الجيش الملكي الى دور النصف. بكل كما قلنا رياضيه وبكل وطنيه، الكل يتمنى حظوظ طيبه للانديه المغربيه الثلاث المشاركه والممثله للرايه الوطنيه. ونتمنى ان شاء الله بان كما قلنا يكون تاهل ثلاثي، وكما قلنا هذا في صالح الكره المغربيه اولا واخيرا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.